المغرب كان يحلم بتكرار إنجاز قطر وربما الذهاب أبعد هذه المرة، لكن أمام فرنسا تغير كل شيء. هدفان أنهيا حلم أسود الأطلس وأثارا سؤالاً كبيراً: لماذا ظهر المغرب بهذا المستوى؟ وهل كان بالإمكان تفادي الإقصاء؟ منذ الدقائق الأولى ظهرت أفضلية المنتخب الفرنسي. فرنسا استحوذت على الكرة وفرضت إيقاعها، بينما وجد المغرب صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة والوصول إلى مناطق الخطورة. السبب الأول كان معركة وسط الملعب. عندما كان المغرب يسترجع الكرة، لم تكن التحولات بالسرعة المطلوبة، ليجد اللاعبون أنفسهم تحت الضغط الفرنسي من جديد، وتصبح مهمة بناء الهجمة أكثر صعوبة. المغرب بدأ بإبراهيم دياز كمهاجم وحيد، وهنا ظهرت مشكلة أخرى. دياز خطير عندما يتحرك بين الخطوط ويشارك في صناعة اللعب، لكن وجوده وحيداً في الأمام حد كثيراً من تأثيره. في المقابل، لم تمنح فرنسا المغرب الوقت للتنفس. ضغط عند فقدان الكرة، سرعة في نقل اللعب، وتحركات مستمرة أجبرت لاعبي المغرب على بذل مجهود بدني كبير دون صناعة خطورة حقيقية. ثم ظهر كيليان مبابي، أخطر أسلحة فرنسا في البطولة. استغل الفرصة وسجل، ليضع المغرب أمام سيناريو أصعب: البحث عن التعادل مع ضرورة عدم ترك المساحات أمام الهجوم الفرنسي. ورغم الضغط، منح ياسين بونو المغرب فرصة للبقاء في المباراة. مبابي حصل على ركلة جزاء، لكن بونو تصدى لها وأبقى الفارق قابلاً للتعويض. وهنا نصل إلى المشكلة الأكبر: الفعالية الهجومية. المغرب احتاج إلى تهديد المرمى الفرنسي، لكنه افتقد الحلول والأفكار في الثلث الأخير، وتحولت فترات الاستحواذ إلى استحواذ دون خطورة. ومع بحث المغرب عن العودة، جاء عثمان ديمبيلي ليقضي على الآمال بالهدف الثاني. عندها أصبحت العودة شبه مستحيلة أمام منتخب يعرف جيداً كيف يدير تقدمه. لكن الهدفان لم يكونا السبب الحقيقي للإقصاء. المشكلة بدأت قبل ذلك بكثير، وفي الجزء القادم سنكشف الخطأ الذي غير مباراة المغرب بالكامل.